كانت ليلة جمعة عادية. نورة واصحابها اتجمعوا في شقة صغيرة عشان يسهروا ويضحكوا. الشموع منورة، الجو كله هزار. بس عند منتصف الليل انطفأت الأنوار فجأة. الظلال على الحيطة بدأت زي ما يكون بتتحرك. نورة ابتسمت ابتسامة غريبة وقالت: خلونا نجرب حاجة جديدة نستدعي فيها روح هند، بس مش بالشموع، بسناب شات. البنات ضحكوا في البداية، بس الفضول غلبهم. بدأوا يفتحوا الكاميرا ويجربوا الفلاتر في الضلمة. وفجأة ظهر وش شاحب وراهم، عيون واسعة ميتة، فم مقطوع كأنه اتخيط بخيط اسود. المراية الكبيرة اللي في الشقة اتشقت نصين، والهوا برد بشكل مش طبيعي. نورة بدأت تترعش وصوتها يتغير لطبقة مش إنسانية خالص، لطبقة زي طبقة الوحش. جسمها التف حوالين بعضه كأنه بيتكسر، والدم طلع من مناخيرها وودنها. البنات حاولوا يوقفوا اللي بيحصل، لكن كل واحدة منهم شافت نفسها في الكاميرا بوش غريب مش وشها. وبعد أيام لقوا نورة في أوضة نومها، جثتها متخشبة وعيونها مفتوحة على الآخر، وجنبها الموبايل وآخر صورة في السناب كانت لوجه مشوه واقف وراها. أنا وصديقي أحمد قررنا نروح نخيم في غابة بعيدة. أول ليلة كنت بصور كل حاجة على سناب شات. لما رجعت أشوف الصور لاحظت وجود راجل واقف في الخلفية بعيد جدا، لكن مع كل صورة جديدة كان بيقرب أكتر. في نص الليل سمعنا خطوات حوالين الخيمة. أحمد خرج علشان يتأكد، لكن رجع وشه أصفر جدا وقال: مفيش حد، بس في دم على الأشجار. قلبي وقع، لكن حاولت أقنع نفسي إنه مجرد وهم. اليوم التاني صور جديدة ظهرت على موبايلي من غير ما اتصور، كلها لنفس الراجل. ملامحه مش واضحة، بس ايده كلها دم، وعلى ايده اثار خدوش. في اخر صورة كان وشه قدام الكاميرا مباشرة، عينه وفمه مفتوحين على الاخر كأنه بيصرخ، والدم مغطي اسنانه. بعدها موبايلي طفى فجأة. من يومها كل ما افتح سناب الاقي شعار بصورة جديدة، صورتي انا وانا نايمة في بيتي. أنابيل بنت عادية مرحة جدا وطيبة. آخر مرة شافوها وهي خارجة من البيت متحمسة علشان تقابل واحد اسمه حسين من سناب شات. قبل ما تنزل بعتت رسالة لصاحبتها، قالت لها لو ما ردتش خلال 10 دقايق اتصلي بالشرطة. مرت ساعات وما رجعتش. في اليوم اللي بعده أهلها دخلوا أوضتها، لقوا محادثات غريبة مع حسين، كلها صور ضلمة، بس في الخلفية في شكل ايدين ملطخة بالدم، وأرضية كأنها مليانة شعر وبقع حمراء. آخر رسالة من حسين كانت: لو صرختي ومحدش هيسمعك لأن المكان ده مدفون تحت الأرض. تاني يوم اكتشفوا جثتها في بيت مهجور على أطراف المدينة، كانت مربوطة بسلاسل والدم ناشف حوالين رقبتها، ووشها فيه علامات خرابيش كأنها حاولت تحفر في الأرض بضوافرها. الأبشع إن حسابها على سناب شات موقفش لسه، كان بيبعت صور. آخر صورة جت لصديقتها بعد الموت صورة وشها وكله دم، مع جملة مكتوبة: أنا ما زلت مع حسين.